عليكم البنات، نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير. كنعتذر على طول الغيبة نظرا لبعض الظروف. بسم الله على بركة الله. اليوم في وصفة اليوم عندي مجموعة من الوصفات. أول شيء غادي نبدأ معكم بواحد تشيز كيك أو حالة مرايا، من بعد بسطيلة ديال الحوت وطريقة تقطيع المسمن ديال الرفيسة، وأيضا واحد الكغاتان اللي ممكن توجدوه كفكرة عشاء بسريعة التحضير لذيذة المذاق. بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ 250 غرام ديال الصابلي او بسكوي. هذا كان عندي البنات غير صابلي هو اللي هرمشته او طحنته في الروبو، وانتوما ممكن تستعملوا اي بسكوي. 250 غرام. 3 المعالق دايبه ديال الزبده، احسن تكون نوعيه ممتازه. غادي نخلط هذه المكونات جيدا حتى تندمج. من الاحسن انكم تخلطوها في الطحان او في الروبو باش كتدخل الزبده جيدا لهذا البسكوي هذا او صابلي. غادي ناخذ الاطار، غادي نوضع ورق الزبده في واحد اللاطه وغنفرغ هذه الكميه هذه عندي في هذا الاطار المربع، وانتم كتستعملوا اي شكل عندكم. ممكن ايضا حتى المول ديال الزاج تستعملوا فيه هذه الحاله مرايا. بالقاع ديال الكاس غادي نضغط هكذا باش يبقى لينا هذا الصابلي هذا متماسك. غنخليه جانبا وغناخذ واحد الاناء اللي غنفرغ فيه 3 الياغورت بنكهات عاديه او نكهه الفاني. شوفوا نتوما اللي كتبغيو الذوق ديالكم، الا بغيتو تستعملوه حتى طبيعي ممكن جدا. من بعد ما غادي نفرغ هاد 3 العلاب، غادي نوضع 2 قطع. الا بغيتو ديروا حتى 4 ديال القطع دوبلوا المكونات. الا بغيتو طبقه عاديه دوبلوا عاليه عفوا دوبلوا المكونات. انا وضعت غير 2 قطع ديال الفرماج او الجبن مربع. كاس مملوء ديال العنبه من الحليب المجفف، وغادي نخلط به هذا الخلاط هذا باش يزولوا هذوك الحبيبات اللي كيكونوا او التكتلات. ومن بعد ما كنطحنوا جيدا كنفرغوا فوق هذيك الطبقه الاولى، وكنكون شعلت الفران لمده 10 دقائق فقط، النار من الفوق ومن الاسفل بسرعه. كتشد معنا هذه الطبقه هذه كنلقاوها ان ما بقاش كتلصق، وكنكملوا المكونات. كنوزع الخليط في الجوانب بواحد سباتي، وكيف قلت لكم كندخلوا النار من الفوق ومن التحت. من بعد ما دخلته للفران تماسكت هاد الطبقه تماما، وغادي ناخذ واحد الكاسرول اللي غنوضع فيه نص لتر ديال الحليب، ساشي ديال فلون كاكاو، 2 معالق ديال السكر سنيده، ونصف معلقه ديال لا كريم باتيسير او بودره لا كريم باتيسير، او ممكن تستعملوا نشا. هذه هي الطبقه. جربتها هكذا بهذه الطريقه يبان لكم ان الخليط ما بقاش لاصق في الاصبع او الاصبع ديالكم. بهذه الطريقه غادي ناخذ واحد المصفاه وغادي نفرغ هذا الخليط هذا متساوي على الجوانب. الا لقيتوا شي فقاعات في اسفل هذا الخليط غادي تاخذوا واحد الملعقه وغادي تقلبوها وتحاولوا انكم تزولوا هذوك الفقاعات. من بعد ما دخلتها للثلاجه لمده ساعتين زينتها بهذا الشكل هذا. التزيين كيبقى اختياري، ديروا اي حاجه اللي عندكم متوفره منزليا. وهو هذا الشكل ديال حاله مرايا او تشيز كيك لذيذه جدا. نتمنى من الله تجربوها لكم ولوليداتكم والضياف الغفله ايضا، راها كتجي لذيذه بزاف. ندوزو دابا لتحضير واحد الشرموله اللي كنستعملها في البسطيله ديال الحوت. عندي الربيع، الثومه، صوص الصوجا، عصير الحامض، ملعقه المعجون الطماطم، فلفل احمر، الهريسه، الخرقوم، الملح، كمون وابزار، ونصف كاس زيت العادي، نصف كاس زيت الزيتون. من بعد ما طحنت هاد المكونات جيدا مع واحد الحامضه مصيره وضعتها في المقيله وخليتها كتشحر. وهاد الشرموله راه ممكن تستعملوها او توضعوها في الثلاجه ديالكم بواحد القرعه ديال الزاج وتستعملوها للحوت وتدخلوها للفران، كتجي هائله. هي هذه تشحرت الشرموله ما شهيتكم فيها. غادي ناخذ الحوت. عندي 2 كيلو ديال الفرخ اللي دهنته بهاد الشرموله ودخلته للفران طاب. شحرت السيبيا، طحنت الزيتون والشامبينيون. من بعد ما شحرت هذاك الكالامار والقمرون باستعمال دائما هذيك الشرموله، راني خليته كيتقطر، والماء اللي كينزل راه هي اللي كتلذذ به هاد الشعريه الصينيه اللي كنكون ديجا قطعتها. راكم كلكم كتعرفوا الطريقه. اذا من بعد ما خلط المكونات كامله كنخلي غير الحوت الهبره وتقريبا 1 كيلو منه، ومن السيبيا والقمرون هما اللي كنخليهم كطبقه الفوق مع الفرماج محكوك وفرماج طوست. وبهذه الطريقه جمعت
السطيله ديالي، واللي بغات طيه وبغات الطريقه بالتفصيل الممل راها متواجده في القناه ديالي. من بعد ما طيبتها، هذا هو التزيين. بالزينتها بالفرماج توست والجزر اللي وضعته على شكل وريدات بهذاك المرشم ديال الورده مع قطع من الحامض. وبالصحه والراحه، نتمنى من الله تجربوا هذيك الشرموله وتبقاو ديما ديروها للحوت ديالكم وتدخلوه الفران، راه كتجي هائله جدا. ممكن انكم تاكلوها غير هكاك، راه ما نقول لكمش، واحد اللذه معتبره. ندوزو دابا لتحضير الوصفه الاخرى او طريقه تقطيع البسمن بالسكين حاد. غادي نوريكم الطريقه ان شاء الله، واللي بغى الرفيسه كلها حتى هي كامله مكموله راه هي في القناه ديالي. هذه الرفيسه اللي درنا نهار الحد ان شاء الله تعالى. وهذا المسمن ديال الرفيسه في الشكل النهائي ديالو. من بعد ما صايبت الوريقات كيف كتشوفوا ديال البسمن اللي رقاقين وشفافين، كنوضع تقريبا 5 أو 6 وكنلويهم على شكل رولو. في هذا الاثناء راني حامله الجهاز الهاتف باليد اليمنى وكنصور لكم. اذا وضعت بحال هكذا وكنقطع بالسكين حاد وكيجي سريع على المقص وكيتقطع رقيق. هو هذا الشكل ديالو. وكنصحكم ملي تبغيو تقدموه ديروه فواحد اللاطه ودخلوه للفران غير يبان لكم سخن وخرجوه، ماشي تخليوه حتى يتحمر. راه بهاد الطريقه تيجي غزال، حسن ما تشدوه تفوروه احسن. وجربوها ونتمنى من الله يكونوا البنات ديجا عارفين هاد الطريقه، واللي عارفها تخلي لي تعليق اكيد. ندوزو دابا لتحضير الكغاتان اللي درتو بالليل، والتصوير ايضا كان ليلا. من بعد ما سلقت البطاطا في قليل من الملح والخل، شحرت صدر الدجاج مع التوابل، خديت واحد الانيه فخاريه اللي كتدخل الفران، ممكن ايضا مول زجاجي. صايبت لا كريم، صايبت لاصوص بيشاميل اللي بجوج معالق زبده، جوج معالق دقيق، نصف لتر حليب، قليل من الملح والابزار والفرماج محكوك. كنوضع القليل من لاصوص بيشاميل في اسفل الاناء او كطبقه اوليه. ومن بعد كنفرغ القليل من البطاطس اللي قليتها وكنفرغ عليها لاصوص بيشاميل. ثم كنوضع صدر الدجاج اللي شحرته، وايضا كنوضع قليل تاني من فرماج او من لاصوص بيشاميل عفوا. وكطبقه اخيره وضعت جبن الموتزاريلا محكوك والى الفرن. هذا واحد الكغاتان اللي كيجي ساهل ولذيذ. ممكن انكم تستعملوا ايضا الكفته ديال اللحم او الكفته ديال لادند الا كتعجبكم، كيبقى او حتى الطون ممكن تستعملوه، علاش لا. كيبقى كاقتراح لوجبه العشاء خفيف ولذيذ لوليداتكم. الى الفرن في هذا الاثناء. من بعد ما خرج الطبق ديالنا غادي نوريه لكم ان شاء الله في الصوره النهائيه. وهذا الكغاتان، وهاد الاواني الفخاريه راه كيجي فيهم لذيذ. شريوهم، راه الثمن ديالهم تقريبا 13 درهم، هذا اللي صغير والكبير 15 درهم. من بعد ما خرج غادي ناخذ معكم واحد القطعه اللي تشوفوا التعليكه ديال جبن موتزاريلا ما شهيتكم فيهم. بسم الله. ناخذ معكم واحد المعلقه، ولكن راني ما دقتهاش لان مازال ساخنه جدا جدا. لعشاق هاد الشكل عزيز عليهم يشوفوا الفرماج الموتزاريلا او جبن الموتزاريلا بهذه الطريقه ديالو، جربوا هاد الوصفه هذه. اذا البنات كانوا هما هادو الوصفات ديال اليوم، الى وصفه قادمه ان شاء الله ان كان في العمر بقيه. بسلامه عليكم والى اللقاء.